رحاب ركبت والقطر دار، وفجأة كان في صراخ. اللي حواليها اعتقدوا اللعبة دي بتبقى صعبة قوي، لأنك فجأة بتتقلب وبعدين بتطلع تبقى فوق وتنزل وتروح واقفة في النص وتروح نازلة مرة واحدة، دماغك والأدرينالين كله بيطلع في النافوخ. فيها متعة لكن فيها خطر. في كل الألعاب في العالم بتعلق أمام مثل هذه الألعاب في كل الملاهي ممنوع على اللي عندهم مشاكل في القلب، اللي عندهم ارتياب، اللي عندهم توتر عصبي، ممنوع يركبوا هذه الالعاب. وانا اعتقد ان ده مكتوب، حتى الان لم اقرا ان ده ما كانش موجود. رحاب فجأة بدأت وشها يصفر، وبعدين راحت فيما يبدو انه اغماء. صاحبتها اللي قاعده جنبيها كانت فاهمه المساله تهريج، لقت المساله بجد فبدات تستغيث. الموظف اللي واقف على اللعبه شاف الاستغاثات، راح موقف اللعبه. نزلت رحاب ونقلوها بسرعه للمستشفى ليكتشفوا انها ماتت وان عضله القلب توقفت. لحد كده في جزء من المسؤوليه على اللي بيركب اللعبه.